السلام عليكم اخواتي وحبايبي في حلقة جديدة قوية ونارية. انتفاضة عيسى العيدوني وابهار الياس السخيري، والاتنين بيسجلهم والاتنين فخر جايبين معانا الهدفين. تستمتع بالاهداف وتستمتع بالحوار التكتيكي في وسط الملعب. على الجانب الثاني النجم الانجليزي بيشيد بحنا بعل المجبري وبيعني ايه بيمدحه وبيقول لك وجهته القادمة بنسبة 90%. هنشوف الدنيا ماشية ازاي. وعلى الجانب الثاني لسه قصة وديع الجري والذمة المالية والحوار والتحيات اللي شغاله والاخبار اللي بتطلع كل يوم من هنا ومن هنا. واحنا عايزين الهدوء لتونس وعايزين الهدوء للمنتخب التونسي. خلاص داخلين على مباريات مهمه، خلاص في احلال وتجديد. عايزين بقى نركز في الكوره، مش عايزين نروح يمين وشمال ونقعد نرد على اللي بيكره تونس واللي بيتكلم كلام مش موجود. ولكن هنتكلم في القصه دي، عايزين يعني نتكلم في حلقه قويه ناريه. لكن ما تنساش تضغط لايك للفيديو، تشترك في القناه لو مش مشترك، وتعالى نبدا. الياس السخيري لاول امبارح قبل ما نتكلم على هدف النهارده لعيسى العيدوني، الياس السخيري بيسجل الهدف الثامن مع نادي كولن الالماني. والصراحه انا مش عارف نادي كولن الالماني هيجي له قلب ازاي في نهايه الموسم يسيب الياس السخيري. ازاي ما حاولتش؟ هو اكيد الراجل مش عايز مش هيجدد، وهو عنده وجهه تانية ونتمنى له التوفيق، لان الياس السخيري يستاهل نادي اكبر من كده. امكانياته الجباره، اداؤه المحترم جدا. وطبعا بعد تالق العيدوني وتالق المجبري وتالق بن رمضان وتالق كل النجوم اللي بتتالق ده، يعني ده كله في مصلحه مين؟ مصلحه المنتخب التونسي. منتخب تونس دلوقتي عنده اقوى خط وسط في افريقيا حرفيا كده وانت مغمض. لكن تعالى نتكلم على الراجل اللي بيسجل 8 اهداف، اداء محترم جدا، تقييم 7.6، راجل مغطي كل حته في الملعب. مفيش مكان ما كانش مغطيه. الخريطه الحراريه بتتفرج عليها. يعني انا جايب لك التقييم 7.6 في برامج كتير عاملاه 8، في برامج كتير عاملاه 8.5. لكن خلينا نتكلم على تنويع الاهداف وعلى الاهداف المحترمه جدا، وعلى لاعب الوسط المحوري اللي بيعمل ارقام كبيره جدا، بيزيد دفاعيا وهجوميا. الراجل كوره من الجانب الشمال، ويعني جمله منظمه، مش واقف بقى في نص الملعب ما انا ديفندر محوري، لا، الراجل بياخد وبيكمل وبياخد كرة من على ال 18 وبيسجل بحساسية الهداف على يمين الحارس. هدف الثامن ليه. اتكلمنا على 7 في البوندسليغا، 1 في دوري المؤتمر الأوروبي. يعني الياس السخيري إبداع وإمتاع. الياس السخيري أداء محترم جدا ونجم كبير جدا، نتمنى له التوفيق ونتمنى الأداء المحترم ده يفضل. كل الدنيا بقى شفنا الصفحة الرسمية بالنسبة لنادي كولن اتكلمت عليه، شفنا الصور اللي موجودة في كل حتة، شفنا الصورة الرسمية على تويتر للموقع، شفنا الحاجات الحلوه دي. نتمنى التوفيق لالياس السخيري في الفتره القادمه. نجم كبير واداء محترم جدا ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يبعد عنه الاصابه. واوعى اوعى اوعى تروح تركيا، لان النادي ده عرض على العيدوني اكتر من مره. انت امكانياتك تروح في اكتر من مكان اعلى من كده. نتمنى له التوفيق في الفتره القادمه. تعالى نتكلم على انتفاضه عيسى العيدوني. انتفاضه عيسى العيدوني في مباراه كسبوا فيها يعني لكن 4-2، لكن خلينا نقول انه كان قاعد على البنك، كان قاعد على الدكه لحد الدقيقه 71. قرر المدرب انه ينزل بعيسى العيدوني. عيسى العيدوني اللي بينزل بقى بيخش في الموضوع على طول، فاهم انت؟ عيسى العيدوني اداء محترم جدا. فاكرين من بعد ما رفض الجزائر واختار تونس، شفنا التطور اللي حصل في الاداء، تطور في كل شيء بدنيا وفنيا. يعني اداء محترم جدا، نتمنى له التوفيق في الفتره القادمه. لكن خلينا نتكلم على الهدف، خلينا نتكلم على الهدف. كرة من وسط الملعب وراجل ديفندر. انت بتتكلم في راجل ديفندر، لا هو جناح ولا هو مهاجم، علشان خاطر انه تبقى الكرة من وسط الملعب ويبقى هو المهاجم التاني على قصاد المدافع، ورايح بسبرنت من هو اخر واحد من خط النص، بيروح ويعدي ويسبق علشان خاطر يجي على منطقة ال 18 ويدوب. يعني كتر خير الراجل يلعب له كرة عرضية يحطها بكل سهولة ويسجل هدف. اداء محترم جدا. تقييمه في من الدقيقة 70، بتتكلم في 20 دقيقة. لما تشوف لاعب نزل في 20 دقيقة عامل تقييم محترم جدا، تشوف الخريطة الحرارية بتاعته في وسط الملعب، تشوف الأداء المحترم جدا. عيسى العيدوني في يونيو برلين بيضرب المثل للجميع. أداء محترم جدا، ثبات على المستوى، ينزل تغيير فهو أساسي ويدخل في المباراة على طول، يلعب أساسي فهو أساسي ويلعب 90 دقيقة كاملة وأداؤه ما بيتغيرش، يعمل أي حاجة. شفنا القصة، شفنا الكلام اللي كان حصل في الفترة الأخيرة، وشفنا كمان الحوارات اللي كانت حاصلة في شهر رمضان، واللعب لازم تفطر علشان تلعب. والراجل يعني كتر خيره، الراجل يعني فضل وصام وربنا كرمه، والنهارده ربنا بيكلل مجهوده بهدف جامد جدا. فنتمنى له التوفيق في الفتره القادمه. تعال بقى ننقل على مين؟ تعال ننقل على حنا بعل المجبري، نجم المنتخب التونسي في الفتره القادمه، ونتمنى له التوفيق. رقم 10
زي الكتاب ما بيقول. تعال نتكلم على النجم الانجليزي اللي اتكلم عليه وشفنا في اكتر من صحيفه صراحه، يعني كارتون بيلمر اتكلم على ان اعاره المجبري لبرمنجهام سيتي كانت ناجحه للاثنين، كانت ناجحه لبرمنجهام سيتي وكانت ناجحه للمجبري، وقال لك ان المجبري كان اداؤه محترم جدا، كان فايق في وسط الملعب، كان متحرك، عمل يعني حاله في وسط ملعب برمنجهام سيتي طريقه لعبه تحتاج المجبري وهو يحتاج برمنجهام سيتي. واتكلم قال لك ان انا سمعت ان في اخبار بتقول ان هو هيطلع اعاره، وبما ان في اعاره فانا باكد لكم ان برمنجهام سيتي متمسكه. واتكلم يعني انا ممكن ارد عليه، طب اقول له طب لما هم متمسكين سابوه يمشي ليه؟ بقى دي ممكن تبقى امور تفاوضيه، ممكن تبقى امور فيها فلوس، الله اعلم، لكن يعني المجبري اداء محترم جدا. نتمنى ان هو يروح في مكان اكبر واكبر واكبر. يعني لما نجم زي ده يمدح المجبري ده ياكد لك على ان احنا راينا صح وانتوا رايكم صح، وان الراجل ما شاء الله يعني ثابت على المستوى، ونتمنى له التوفيق في الفتره القادمه، لان الفتره القادمه حاسمه في مصيره وحاسمه في منتخب تونس، لان انت بتحضر وداخل على افريقيا اخر السنه، افريقيا للمنتخب التونسي تتوج بها 2004 لمره واحده، حلم ان يبقى عندك بطوله تانية في فتره بيحضر مصر، بتحضر المغرب، بتحضر الجزائر، بتحضر السنغال، كله بيحضر، كله شغال محدش قاعد. ولما نيجي نتكلم على حته كله شغال دي يبقى لازم ننقل من المجبري لوديع الجريد. وديع الجريد شفنا القصه اللي كانت موجوده، وكان في يعني زي تقارير الذمه الماليه وقصص، وقال لك هيبقى يعني الحد هيتم الاعلان في شهر 5 مش في شهر 5، وبدات التقارير تطلع وبدا الكلام يطلع ان يعني في كلام يمين، في فلوس ايه، في حوارات، وفي كلام من الجانب الثاني اللي يكره الراجل يقول لك هو بيهدد بان لو حد اتكلم هيقول لك في تدخل حكومي، الجانب الثاني يقول لك لا الراجل سليم وانت عايز تهد تونس. قصه كبيره جدا. احنا مش عايزين بقى لا نبقوا مع دول ولا نبقوا مع دول، احنا عايزين الامور تبقى هاديه، عايزين الامور الجامعه التونسيه تبقى كويسه، عايزين الجامعه التونسيه تحضر مباراه محترمه جدا للمنتخب التونسي، علشان خاطر يعني لما يبقى في مباراه محترمه جدا بيبقى المنتخب بيفوق، بتبقى تجارب، بتعرف اخطائك. زي ما احنا كنا زعلانين على عدم تحضير مباراه مهمه جدا لمنتخب تونس للشباب اللي راح يلعب كاس عالم، مش راح يلعب مباريات وديه علشان تعمل لي مباراه من البطوله الوطنيه. كمان منتخب تونس عنده مباراه مهمه جدا، اخترت مباراه الجزائر، مش عايزين نتكلم عليه عشان ما نفتحش القصه، لكن كان في مباراه احسن من كده، كان عندك السنغال عارضه، كان في تعامل مع ملف السنغال وحش جدا، وانت ما انتش ضامن هل الملف ده انتهى ولا ممكن يبقى فيه قصص في الفتره القادمه، يبقى فيه تنشنه بيننا وبينهم. كمان السنغال دلوقتي ناس محترمه جدا، منتخبهم كبير جدا، منتخب كبير وصغير وشباب 17 متقدمين، فكنا يعني الدنيا تبقى تمام. هي دي الفكره اللي انا يعني عايز اوصلها ل يعني وديع الجريد. اتكلمنا في القصه كتير جدا، لكن انا مش عايز اخش، انا بحب كوره وبحب الكوره في تونس وبحب منتخب تونس وبحب الشعب التونسي، مش عايزين نروح للامور الفرعيه. رايكم طبعا يهمني في الحلقه يا اخواتي وحبايبي. سلام.